اهلا بكم في الحلقه الثالثه من سلسله حروف الجر البريبوزيسيون اللي خاصه باللغه الالمانيه. والنهارده هنتكلم على الفيكسل بريبوزيسيون اللي هي حروف الجر المتغيره اللي هي عامله ازمه لناس كتير. هي بتتشرح في اواخر الاينس واوائل الاتسفاي، لكن هي ان شاء الله مش ازمه ولا حاجه، هي امرها بسيط. اهم حاجه تبقى فاهم اصلا يعني ايه داتيف واكوزيتيف كويس. والحلقتين اللي فاتوا احنا كنا قايلين حروف الجر اللي بتاخد داتيف على طول واكوزيتيف على طول، انما دول متغيرين. حروف الجر المتغيرين هم 9. تعال نبدأ من أول واحد. نوما اينس اسمه إن، ممكن يبقى معناه في أو بداخل، وممكن يبقى معناه إلى. طب على أساس إيه؟ طبعا على أساس الحركة والسكون. gibt es eine Person oder gibt es nicht؟ في شخص ولا مفيش؟ gibt es eine Bewegung oder nicht؟ في حركة ولا مفيش؟ gibt es ein Fragewort heißt wohin oder wo؟ أداة الاستفهام wo ولا wohin؟ الحاجات دي كلها بتفرق معايا. فلو اخدت بالك هنا بيقول ich bin im Raum، انا موجود في داخل الاوضه، خلاص يبقى داتيف ساكن اهو، انا بوصف الحاله. لكن بص الجمله دي ich gehe in den Raum، انا ذاهب الى الغرفه، مثلا غرفه في فندق، غرفه في مستشفى، غرفتي وخلاص. فساعتها انا ذاهب يبقى ياخد اكوزاتيف. بص هو كاتب ايه؟ اوت مكان اهو، مكان زي الحركه بتاعت اللي هو اللوكيشن ده مكان، يبقى ساعتها هقول ام داتيف. لكن لو كان ريشتونج يعني اتجاه دايركشن، يبقى ساعتها انا بتكلم على الاكوزيتيف فاقول ان دين غاو. سهلين، واعتقد الحلقه دي مش هتطول. حرف الجر اللي بعديه ان، المقصود بيه ان هو ملامس، ولكن على حيطه، ملامس من جانب. يعني على فكره هو مش بس على حيطه، يعني هي بس دي اشهر مثال. يعني لو عايز اقول مثلا الصوره متعلقه على الحيطه فهقول ان. لو عايز اقول تكييف، ساعه، نتيجه، لوحه، نتيجه، اي حاجه متعلقه على السبوره، حتى الشاشه، فساعتها بقول ان. يبقى اي حاجه على الحيطه اسمها ان. كويس ماشي. طب افرض انا بكتب على البورد او على السبوره، برضو نفس الكلام ان. طب افرض انا قاعد على المكتب، ما هو خلي بالك، انا لو قاعد على المكتب واستخدمت اوف ابقى انا قاعد كده من فوق المكتب، طبعا ده ما يصحش. لكن لو اعتبرنا ده شخص قاعد المكتب اهو، يبقى الشخص ده قاعد ازاي؟ قاعد تيش، معناه انه قاعد على المكتب بس كشخص من جانب واحد. يبقى زي ما حط طبعا، وليها استخدامات تانية كتير جدا بتيجي مع حاجات كتير قوي. حرف الجر هنعمل لها حلقة لوحدها، لكن انا بتكلم هنا على اللي معناه على، اللي هو معناه ملامس من جانب. فخلي بالك زي مثلا das Bild hängt، خلي بالك ده اوت مكان، بوصف فين، بقول فو، مفيش شخص اتدخل في الجمله دي. فبقول هي فين الصوره؟ قال لي das Bild hängt an der Wand، الصوره متعلقه على الحيطه. طب بص اللي بعديها ich hänge das Bild، انا بعلق الصوره an die Wand. لو اخدت بالك هنا في Richtung، بص انا بتجه اهو، انا اخدت الصوره من مكان ورحت علقتها على حيطه، يبقى ساعتها في اتجاه، وساعتها انا قصدي بعلقها على الحيطه، يعني في حركه. حرف الجر اوف زي الصوره كده ما هي مبينه، ده الكتاب على الترابيزه، ساعتها بقى ملامس من اعلى. وعلى فكره انا دلوقتي واقف على الارض يبقى اسمي اوف، ولو حضرتك بتتابعنا دلوقتي وانت قاعد على الكنبه، على السرير، على الكرسي، يبقى اسمك اوف، ورجليك وهي على الارض دلوقتي اسمها اوف، واي حاجه بتحطها على المكتب او على الترابيزه اسمها اوف. يبقى اوف معناها على بس من اعلى، ان معناها على بس من الجانب. طب تعال نشوف، لو بقول لك das Buch liegt auf dem Tisch، يعني الكتاب على الترابيزه، محطوط على الترابيزه. مش انا بوصف مكان هنا؟ يبقى ليكت هنا بتوصف انها مكان ساكن، يبقى اخد داتيف. طب انا اخدت الكتاب ورحت حطيته على الترابيزه، يبقى ساعتها في ريشتون، في اتجاه. يبقى انا وديت الكتاب للترابيزه او حطيته على الترابيزه، يبقى ساعتها في اتجاه وحركه، وفي شخص كمان عمل حركه، في كمان كلمه ريشتونج او في دويتش، يبقى ساعتها انا قصدي اكوزاتيف ich lege das Buch auf den Tisch. حرف الجر اوف، بص مره ازرق ومره احمر، الازرق اخد داتيف، الاحمر اخد اكوزاتيف. بص هنا نفس الكلام، ازرق واحمر، ازرق واحمر. الصوره دي حلوه عشان موضحه لك ان كل الازرق داتيف وكل الاحمر اكوزاتيف. كده انت فاهمني صح؟ لو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان ده بيفرق كتير جدا. لو انت حاسس ان انت استفدت من المعلومات، او حاسس ان الموضوع كان مفيد بالنسبه لك وفهمت كويس، ما تبخلش على زميلك حتى لو كنت ما تعرفوش ان هو يفهم هو كمان. انا كمان بعمل الفيديو ده للناس انا ما اعرفهاش،
بس انا عايز الفايده تعم، يعني تكون الفايده للناس كلها. يا ريت انت كمان تعمل كده عشان زكاه العلم نشره. حرف الجر اوبا ده معناه فوق لكن مش ملامس، مش زي اوف، هو فوق كده. يعني مثلا لا انا دلوقتي فوقيه لمبه، دي اسمها دلوقتي اوبا. طب جاري اللي فوقيه اوبر برضو. طب الطياره اللي فوق البيوت وفوق المدينه برضو اوبا. يعني اي حاجه فوق مش لامس يبقى ساعتها اسمها اوبا. ايه المثال؟ بيقول لي دي لامبه هانجت اوبر ديم تيش، ازرق اهو، وصف مكان اهو، يبقى داتيف اهو، يبقى بيقول لي دي لامبه هانجت متعلقه، هي جبت سكايني بيرزون، انا بوصف بس، يبقى انا بعمل بشغايبهم بس. طب الاكوزديف، بص انا بحط اللمبه فوق الترابيزه، بعلقها فوق الترابيزه، يبقى قلت ich hänge die Lampe über den Tisch. ده كده نمرة فيها، يبقى über معناه فوق ولكن غير ملامس. طيب نمرة 5 اللي هو unter، نفس المعنى بالظبط بس بالشقلوب، يعني بدل فوق يبقى تحت، بس كده هم عكس بعض. مكتوب عندي نفس الكلام، دي كاتسه ist unter dem Tisch او دي كاتسه geht unter den Tisch. طالما هي موجوده يبقى ده مكان، يبقى ثبات، يبقى مفيش شخص اتدخل في الموضوع، مفيش فعل بيعبر عن الحركه، يبقى في الحاله دي هقول داتيف. طب هي ذاهبه، القطه ذاهبه تحت الترابيزه، يبقى هنا في حركه، يبقى غيشتونج، يبقى ساعتها هقول unter den Tisch اكوزاتيف، ما تنساش. بعد كده حرف الجر فوا وهنتا، انا حاطط نفس المثال بالظبط لو انت واخد بالك، فوا معناه امام وهنتا معناه خلف، نفس المثال، ركنت العربيه قدام البيت او ركنت العربيه خلف البيت، ماشي؟ تعال نمشي بالراحه. دلوقتي بابا بيسالك هو فين العربيه، او اخوك او ايا كان فين العربيه، فانت قلت له قدام البيت اهي، كده وصف، يبقى المكان يبقى داتيف، مفيش شخص اتدخل في الموضوع، انا بتكلم على وصف الحاله، فهقول vor dem Haus. steht vor dem Haus. طب لو حد بيقول لي هتركنها فين؟ wo parkest du او wo stellst du das Auto؟ هتحطها فين؟ فساعتها هقول له ich stelle das Auto، انا اللي هحطها اهو، انا اللي هتحرك بيها، يبقى vor das Haus، مش هيتغير عشان الاكوستيك ما بيتغيرش بس. هنتا نفس الكلام بالظبط، مفيش ولا كلمه زادت ولا كلمه نقصت، برضو معناها خلف البيت، يبقى العربيه خلف داتيف، انا هركنها خلف اكوزاتيف، مفيش حاجه هنا زياده. فوق معناه امام وهنتا معناه خلف. ما تنساش ان فوق له معنى زمني، ولو زمني بياخد داتيف بس، قلناها في اول حلقه خالص. نيبن وتسفيشن اخر اتنين خلاص. نيبن معناه بجانب، وتسفيشن معناه بتوين، عارف اللي هو بين يعني. فنيبن اللي معناه بجانب بيقول das Bett steht neben dem Schrank، السرير جنب الدولاب، ده مكان ثابت بجانب، لا مش كده بقى، كده بجانب الدولاب، يبقى عشان كده انا بوصف المكان الثابت. طب بص هنا، انا هحط السرير جنب الدولاب، لو احنا لسه بنرتب الشقه ولا حاجه، يبقى هحط السرير جنب الدولاب، يبقى اسمها ich stelle das Bett neben den Schrank، ده اكوزاتيف، خلي بالك. نيبن بجانب بيبقوا حاجتين بس جنب بعض. الفرق ما بين نيبن وتسفيشن ان تسفيشن بيبقى فيه حاجه ما بين حاجتين، وممكن يبقى ابن ما بين ابوين، ممكن يبقى كتاب او قاموس ما بين كتب، يعني مش شرط هنا يبقى حاجتين بس، ممكن يبقوا حاجات كتير، بس اهم حاجه ان هو في النص. ولو انا عايز اقول ما بين صحابي اكتر واحد بحبه كذا، ما تستخدمش تسفيشن خالص، تسفيشن بيتكلم على الفيزيكال، المكان، يعني حد واقف بجسمه، فاهم؟ لكن لو عايز اقول ما بين صحابي في واحد بحبه جدا، يبقى ساعتها استخدم اونتا، ملهاش علاقه خالص بالكلام ده. خلاص؟ طيب سبيشن بقول der Ball liegt، الكوره تقع او موجوده. سبيشن den Stühlen يعني ما بين الكرسيين، او انا بحطها بين الكرسيين، يبقى اكوزتيف، يبقى ich lege den Ball zwischen die Stühle، مش هزود هنا حاجه خالص. ده كده يا سيدي نهايه الفيديو بتاع النهارده بتاع الفيكسل بريبوزيسيون، واتمنى تكون استفدت بيه، وما تنساش تسالني على اي حاجه انت عايزها، وما تنساش تكمل السلسله اللي موجود فيها حروف جر الداتيف والاكوزاتيف والفيكسل والجينيتيف. وعلى فكره الحلقه بتاعت الجينيتيف اللي هي الجايه حلقه قنبله، ليه بقى؟ لان احنا عندنا في الالماني مستعد 36 حرف جر جينيتيف،
رقم مرعب. انا مش عارف الحلقه هتاخد مني وقت قد ايه. ربنا يسترها ان شاء الله. اشوفكم على خير. تشوز.